أهلا بكم. الأجواء على العموم مستقرة ببلادنا، وستكون باردة خلال الليل وفي الساعات الأولى من الصباح بالمرتفعات وبمنطقة الشرق، وبعد زوال اليوم ستكون السماء مشمسة بالشمال وقليلة السحب جنوب البلاد، وخلال الليل غيوم كثيفة ستهم سوس وشرق الواجهة المتوسطية، وسيظهر ضباب قرب السواحل الشمالية والجنوبية، والطقس سيكون مستقر بباقي الجهات. غدا صباحا بعد القطرات المطرية ضعيفة محتملة بغرب الواجهة المتوسطية، وضباب سيهم السواحل الشمالية والوسطى، وسماء ستكون صافية بباقي المناطق. أما درجات الحرارة فستصل بعد زوال اليوم إلى 11 درجة بفران، 21 متوقع بوجدة وبالراشدية، و26 درجة منتظرة بمدينة السمارة. غدا صباحا ستسجل 0 درجة بفران، 7 بمكناس، 8 بفاس، و12 درجة متوقعة بمدينة الدار البيضاء. يومي الجمعة والسبت ترقب طقسا ماطرا بالشمال والوسط وأيضا بالمرتفعات وبمنطقة الشرق، وتساقطات ثلجية منتظرة بمرتفعات الأطلس وأيضا بالهضاب العليا الشرقية، وانخفاض ستشهده درجات الحرارة بالمرتفعات وأيضا بالهضاب العليا. نتعرف الآن على مواقيت طلوع وغروب الشمس ثم طلوع وأفول القمر بمدينة الدار البيضاء. بأندونيسيا اضطر أكثر من 550 شخصا للفرار من قراهم أمس الثلاثاء بعد أن نفث بركان في مقاطعة جاوا الشرقية غازات حارقة. وحسب وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية فقد انخفض الرماد الساخن إلى مسافة 3000 متر أسفل منحدرات جبل سيميرو، ما أثار الذعر بين القرويين، مؤكدة أنه لم تسجل أي إصابات أو أضرار جسيمة. ويوجد أكثر من 400 بركان في جزر إندونيسيا البالغ عددهم نحو 1700، من بينها 129 بركانا نشطا و65 تم تصنيفها على أنها خطيرة. بهذه نشرة الطقس دمتم في حفظ الله ورعايته.